يومكم جميل. فاضل ايام قليلة جدا ورمضان يخلص. حاسة بيكم وعارفة قد ايه احنا في اخر رمضان بيكون جسمنا خلاص جاب اخره من الصيام، وقفة المطبخ. بس في نفس الوقت كمان عارفة ان عصبيتنا بتزيد وارهاقنا بيزيد. عايزين نبقى نلحق ليلة القدر ونكثف العبادة، وعايزين نلحق ننفض البيت ونخليه بيلمع وكل ركن فيه يبقى تحفة وجميل ونظيف. وعايزين كمان نخلص لبس العيد ونلحق نشتريه ونطمن ان كل حاجة جاهزة. بنبقى جوه سبق رهيب احنا حاطين نفسنا فيه، والنتيجة اننا بنوصل لخط النهاية بس واحنا تعبانين ومكشرين ومجهدين. بصي كده حواليكي، هتلاقي نفسك اشتريتي لبس العيد للكل وجهزتي فرحة للكل، بس اشتريتي لنفسك ايه؟ هل اشتريتي راحة البال؟ احنا بنضغط على اعصابنا عشان نطلع في صورة عيد مثالية، وبننسى ان ولادنا مش هيفتكروا السجاد كان نظيف قد ايه، بس هيفتكروا كويس جدا حضنك ليهم يوم العيد وانتي رايقة، والبوسة والقعدة الجميلة اللي فيها ضحك اللي بتضحكيها معاهم يوم العيد، والسعادة والفرحة اللي في عينيكي وعلى وشك. جلد الذات اللي شغال دلوقتي، انا ملحقتش اقرا قرآن كفاية، انا البيت لسه متبهدل، طب وبعدين هنخلص ده كله امتى وهنعمله ازاي؟ عارفة التغيير بيحصل امتى؟ التغيير بيحصل لما نعمل حاجتين: الاولى اننا نبقى من جوانا عاوزين ومصدقين ان في تغيير بجد ممكن يحصل في حياتنا، والتانية اننا ناخد قرار حقيقي هنا ودلوقتي اننا نتغير. عشان كده انا عملت لك النهاردة تمرين محتاج منك شوية شجاعة. بصي كده على لستة المهام اللي وراكي، اكتبيها قدام عينك واختاري اكتر حاجة تعب جسمك وهي مش ضرورية بجد. صنف اكل متعب، ركن لسه ما تنضفش، وقولي لنفسك ان انا مش هعمله. الوقت اللي انتي وفرتيه ده ادخلي خدي دش دافي، اقعدي قاعدة هادية رايقة وقولي لنفسك كده الجملة دي: انا بشر ومن حقي ارتاح انا كمان، ومن حقي كمان ان انا افرح بدخلة العيد واستمتع بعباداتي اللي انا بعملها. وسامحي نفسك على اللي ما تعملش. العيد بيكمل لما انتي كمان تبقي بتضحكي ومبسوطة وسعيدة، مش بالكماليات اللي انتي عايزة تخلصيها وبتخلص على صحتك. لو بصيتي لنفسك دلوقتي، تحبي تطبطبي عليها وتقولي لها ايه علشان تهدي صوت جلد الذات اللي جواكي؟ هستنى رسايلكم اللي كلها حنية وطبطبة. احنا اتعلمنا ده طول الفترة اللي فاتت، ودلوقتي اقول لكم سلام.